نظمت حركة الهلال الذهبي فعالية في مدينة الحسكة اليوم للتضامن مع الحملة العالمية لحرية القائد عبد الله أوجلان الحل السياسي للقضية الكردية، وذلك في ملعب الشهداء في حي المفتي بمدينة الحسكة، وفي إطار سلسلة النشاطات الداعمة للحملة العالمية. بدأت الفعالية بقراءة بيان من قبل عضوة حركة الهلال الذهبي شردة عثمان بحضور أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية وعضوات حزب الاتحاد الديمقراطي والأهالي، حيث أدان البيان في مستهله العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وأكد أنهم كحركة في الهلال الذهبي والثقافة والفن في شمال وشرق سوريا تعلن دعمها للحملة المطالبة بحرية القائد الجسدية، والتي هي مفتاح الحل للشرق الأوسط. باسم حركة هلال الزيرين وحركة الثقافة والفن شاركنا بهالفعالية اللي ستتضامن وتساند مع حملة القائد الأممية. طبعا هالفعالية هاي صارت من قبل بناحية التمر، اليوم كمان ضمن الحسكة عم تصير. هي كانت عبارة عن قراءة بيان وعرض مسرحي وشعر. طبعا نحن كحركة نسائية دائما نحن مساندين ومتضامنين ونساند قواتنا العسكرية كمان، ودائما نحن صوتنا رح يكون بالبداية والأعلى لمطالبتنا بحرية القائد. طبعا نحن ما بنطالب بس بفك العزل عليه، بل بنطالب بحرية القائد الجسدية كمان. طبعا الفقرات اللي صارت ضمن هالفعالية هي قراءة بيان باسم حركة هلال الزيرين تندد بالعزلة اللي مفروضة على القائد، وتضم صوتها كمان وتساند الحملة الأممية اللي صارت بشان حرية القائد. بعدها كان في عرض مسرحي من مركز من حركة هلال الزيرين تلتمر، كان اسمها المسرحية هي مشعلة الحرية، كانت تمثل العزلة اللي مفروضة على القائد وجميع الفئات المجتمع كيف هي مرتبطة ارتباط أساسي بفكر وفلسفة القائد. بعدها كمان كان في فقرة شعر قصيرة.